دخل بيتروس ماتيوس لاعب نادي الفتح في مشادة بالأيدي مع الجزائري رياض محرز نجم النادي الأهلي بسبب لقطة مهارية للأخير في المباراة اللي جمعتهم مساء اليوم السبت في الدوري السعودي. في الدقيقة الثامنة من المباراة مرر رياض محرز الكرة بين قدمي بيتروس. هذا الأمر أغضب البرازيلي وانفعل بشدة على النجم الجزائري الذي حاول إبعاده، لكن بيتروس أمسكه من قميصه قبل أن يتدخل الحكم ولاعبو الفريقين ويتطور الأمر، ثم أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لكلا اللاعبين. انتهت مباراة الأهلي والفتح بهزيمة ثقيلة للنادي الأهلي ب5 أهداف مقابل هدف واحد، رغم أن الأهلي هو الذي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه الجديد فيجا. شاهد اللقطة المهارية من رياض محرز ورد فعل المعلق البرازيلي عليها. A bola com o Marre. Opa! Ih, onde você foi, rapaz? Ih, aí agora levantou. Então,